اهلا يوتيوب كان دايما بالنسبه لي حلم، بس كنت دايما بحس ان انا مش جاهز له. كل مره بحاول انزل فيديو او اعمل حاجه، وده معناه ان اي واحد دلوقتي بيتفرج على الفيديو ده ما بحسش ان انا حاطط فيه شخصيه وان ما فيهوش حاجه مفيده ممكن اكون بعملها. عشان كده دلوقتي هو الوقت الصح اللي انا ارجع اعمل فيه فيديوهات على اليوتيوب، لان اي حاجه قبل كده سواء كانت عن المدرسه او بتكلم عن الكورس اللي انا كنت عامله كلها حاجات انت مش مهتم بيها. لكن الحاجات اللي بتعبر عني، اللي اوثنتيك ليا انا كشخص واللي عايز اتكلم عليها في الفيديوهات دي، هو اللي انا بعمله دلوقتي. سواء كان المجالات بتاعه الشغل، حاجات اليو اي اكس والديزاين، عايز اعمل توتوريالز واوريكم ازاي بعمل الديزاينز بتاعتي، نفس الكونتنت اللي كنت بعمله على تيك توك والحاجات اللي انا بنزلها بقالي فتره عايز اعملها لونج فورم. بدل ما يبقى اطول فيديو بعمله مدته دقيقه، ابقى بعمل فيديو مدته 6 دقائق بتكلم فيه براحتي وبشرح موضوع معين وبدخل في التفاصيل بتاعته. لو الفيديو ده طلع لك، سواء كنت حد عامل لي سبسكرايب من زمان او سواء طلع لك بسبب ان انا اتكلمت عن الديزاين فيه، فانا بدعوك ان انت تتفرج على الفيديوهات الجديده بتاعتي. هتكلم في الفيديوهات دي عني يوسف دلوقتي في 2024 بعد ما بقى عندي 25 سنة. ايه هي الحاجات اللي اتعلمتها ودلوقتي ناوي اعلمها لك، وايه الحاجات اللي انا مهتم بيها وعايز اتكلم عليها. لو انت كنت متابعني من لما كنت عامل التشانل دي اكيد انت تعرفني من الفترة بتاعت المدرسة. احب ان انا ارحب بيك تاني واعرفك بنفسي تاني. انا يوسف الشاذلي، دلوقتي سينيور ديزاينر وشغال بقالي 7 سنين في مجال الويب ديزاين، بعمل ويب سايتس براندات كتيره واغلبهم انترناشونال، وحابب ان انا اعمل الفيديوهات الجديده دي علشان اتكلم عن المجال بتاعي. فلو انت مهتم بالمجال ده ممكن تعمل سبسكرايب. لو انت كنت عامل سبسكرايب ممكن تشغل النوتيفيكيشن بيل عشان هبقى بنزل فيديو كل اسبوع، وممكن تبتدي تتابع الفيديوهات دي. انا بوعدك ان كل اسبوع هيبقى في فيديو جديد مدته طويله وبتكلم باستفاضه عن موضوع معين ليه علاقه بالديزاين او الفريلانس. اليوتيوب حاجه صعبه ان واحد يبدا فيها من غير ما يكون عنده فولوينج كبير، من غير ما يكون عنده متابعين كتار، ولكن انا باخد التحدي ده مع نفسي ان انا انزل فيديو كل اسبوع لمده السنه كامله بدايه من الشهر ده. ولو التشانل ما نفعتش او ما كبرتش، على الاقل هكون عملت لايبرري ليك انت لو عايز تتعلم الويب ديزاين او تتعلم المجال بتاعي، ممكن تبتدي تتابعها وتتفرج عليها. برضه لو عايز تتعلم كل حاجه عن الاي اكس والمبادئ بتاعته والمفاهيم اللي هبقى بتكلم عليها في الفيديوهات الجايه، فممكن تدخل تشوف الكورس اللي انا عملته على ايديمي واللي بيديك شهاده لما بتاخده، وبتكلم بالتفصيل لمده ساعه ونص عن كل حاجه ليها علاقه بالاي اكس. من غير كلام كتير خلينا ندخل في اول فيديو النهارده واللي بشرح فيه الديزاين بتاع الهيرو سيكشن بالتفصيل. اهلا بيكم. بسرعه كده هنتفرج على الديزاين اللي كنت عملته من فتره، وكنت عملت توتوريال ازاي عملته بطريقه سريعه. لو عايز تتفرج على الخطوات اللي انا خدتها علشان اعمله اتفرج على الفيديو ده على تيك توك وهتلاقي اللينك بتاعه تحت في البايو. تعالى ندخل اكس دي ونحلل التفاصيل بتاعته. اوكي، زي ما انتم شايفين ده الديزاين اللي انا كنت عملته في الاخر. هتلاقوا فيه elements معينه ومحدده هي الاساسي في اي ويب سايت. مبدئيا عندنا الناف بار، وهو البار اللي فوق ده. البار ده بيبقى فيه اللوجو بتاعنا على الشمال دايما، ولو الويب سايت بالعربي ممكن يبقى على الشمال برضو في اغلب الحالات، ولكن المقصود ان انا عندي اوبشن ان احنا يبقى عندنا كذا لغة بنفس الناف منيو اللي موجود. بعد كده في الحالة دي انا حاطط سوشيال ايكونز عشان تملى المساحة ولكن وتعمل بالانس مع الجنب التاني، ولكن مش لازم، ممكن نغير الموضوع ده. بعد كده عندنا زي ما انتم شايفين في الاليمنتس الاساسيه، البيجز اللي موجوده في الويب سايت اللي الناس محتاجه تروح لها بسرعه، فهتضغط على الناف منيو عشان تروح من بيج للتانيه. بعد كده عندنا في السيرش بار، والفانكشناليتيز دي عامه بتبقى معتمده على الويب سايت اللي انا بعمل له ديزاين. مش دايما بتبقى الحاجه دي موجوده في كل حته، ولكن بحط الاليمنتس والعناصر اللي مفيده للتصميم بتاعي وللبزنس اللي بيتعمله الويب سايت ده. ممكن يبقى عندي برده لوجن بورتال، فلو الويب سايت ده الناس بتعمل عليه لوجن وبتحتاج تدخل على البروفايل بتاعها وبيجي لها نوتيفيكيشنز، ممكن احط ده على الجنب. وفي حالات كتيره اللوجن بورتال ده بيبقى بutton، سواء بيقول لي جيت لينك او جيت ستارتد او ساين اب، وفي اغلب الويب سايتس هتلاقي هو ده اللي محطوط. بسرعه قبل ما نتكلم عن الهيرو سيكشن ده، اعرف ان الهيرو سيكشن هو السيكشن الاول في الويب سايت اللي موجود فيه الحاجات المهمه اللي انت عايز الناس تقراها عشان تفهم البيزنس ده عن ايه. اي حد بيضغط على اللينك بتاعك على جوجل او على اي اعلان بيدخل على الهيرو سيكشن ده وبيشوف صوره وشويه كلام. محتاج لما يشوف الحاجات دي يفهم بالظبط ايه الحل اللي انت بتقدمه وايه المشكله اللي انت بتحلها، علشان لو عنده المشكلة دي يبتدي يبعت لك رسالة، يضغط على الزرار بتاعك او يتعامل بالطريقة اللي انت مقدمها ليه ان هو يستعملها عشان يتواصل معاك. فببساطة انا بحب مؤخرا ان انا اعمل حاجات مودرن سمبلستيك، ما بحطش تفاصيل كتير، ولكن بحب ان الكلام يكون واضح والكونتراست يكون عالي. فالباك جراوند غامقة، التكست بالابيض،
والكيورد او الكلمه اللي انا عايز اميزها ببقى حاططها باللون الاكسنت اللي هو اللون التاني في البراند بتاعتي. فالبراند دي مثلا كل الويب سايت هتلاقيه ابيض واسود، عشان كده اللون البيربل ده بيبقى بوبينج، بيبان قوي في وسط اي الوان، وفي اي حته لما بستخدمه بيشد عينك ليه على طول. فهتلاقي عينك بتروح لحتت اساسيه، لارقام اساسيه، لشكل الجراف، للباطن بتاع الجيت لينك، ويخليك تقرا الكلام مع ان الكونتراست بتاعه قليل وقريب قوي من الباك جراوند، لكن انت شفته عشان الحته البيربل اللي هناك دي، عشان الزرار ده شد عينك ليه. ده مش احسن مثال علشان نتكلم على الهيرو سيكشنز، ده كان مجرد بشو كيس ازاي بستخدم الشيبس والاليمنتس اللي موجوده على اكس دي من غير ما انزل حاجه او اتعلم حاجه ادفانسد واعمل بيها الديزاين بتاعي. لكن الهيرو سيكشنز اللي موجوده قدامكم على الشاشه هو ده الحاجات اللي ستاندرد في الاندستري، اغلب الويب سايتس بيبقوا مستخدمين الشكل ده واللاي اوت دي، ولما بيحبوا يعلوا عليها بيستخدموا اللاي اوت دي او بيحطوا فيديو في الباك جراوند بحيث ان هو يشد انتباهك. هتلاقي ان دايما اي ويب سايت ديزاين انت بتعمله محتاج الهيرو سيكشن يشد العين، عشان حتى كلاينت قبل ما نوصل للناس اللي هتتفرج على الويب سايت وهتدخل من اللينكس وما الى ذلك، الكلاينت نفسه هو بيحدد هيدفع فلوس ولا لا، هيطلب تعديلات ولا لا، هو ده اول حاجه بيشوفها وده اكتر حاجه بيركز عليها. فتأكد ان انت تعمل هيرو سيكشن كويس جدا. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر قولي في الكومنتس اي اسئله موجوده عندك، ولو حابين اعمل فيديو مطول لديزاين هيرو سيكشن قولولي في الكومنتس برضو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، اعمل شير، اعمل كل حاجه ممكنه، انا لسه ببدا ومستني كل الدعم منكم وهيكون very appreciated. ثانك يو ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، دي حاجه معناها كبير قوي بالنسبه لي، واوعدكم ان الفيديوهات هتكون موجوده كل اسبوع ومن ليفل لليفل اعلى لليفل اعلى لليفل اعلى. مش هبخل خالص في الحاجات دي، وهحاول ان احنا نعمل حاجات مختلفه وستايلات كتيره لحد ما اوصل للحاجه اللي انتوا عايزينها. فلو انت عندك اي اقتراحات، عندك اي اسئله، حطها في الكومنتات، وزي ما بقول لكم هقرا كل حاجه وهرد عليها على طول. شكرا. وما تنساش تعمل سبسكرايب، دي حاجه مهمه جدا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي الاسبوع الجاي. سلام.